السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بحلويات هنودة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واليوم جبت لكم ميني كيك ديال الليمون اللي كنحتاجوهم بزاف في المناسبات، كيجيو شكلا ومذاقا روعة وسهل التحضير ديالهم، وغادي نجيب لكم بطبيعة الحال اشكال عديدة. دابا جبت لكم اليوم غير شكل من بين الاشكال اللي غنوريكم في المستقبل باذن الله بالنسبة للتزيينات والنكهات. ودابا غنمشيو نبداو على بركة الله. وهنا عندي خليط الجينواز او الكيك الاسفنجي اللي كنت صايبت معكم في الفيديو السابق، غنخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف. هنا كنضيف بعض النقط من نكهة الليمون لأن اليوم غادي نصايبو ميني كيك ديال الليمون، وكنضيفو الملونات. الملون الأصفر غيكون بكثرة، عاد الملون الأخضر كنديرو واحد النقطة واحدة فقط، وكنخلطوا الخليط حتى كنشوفوا اللون المطلوب. لأن إلا جانا اللون فاتح كنضيفو عاوتاني بعض النقط أو نقطة من اللون الأخضر. أنا هنا كنستعمل جيل كيك فلورا، ممكن نستعملوا أي لون بغيتو، يعني ممكن نستعملوا حتى البودغ او اي جل مثلا وولتون ولا اي نوع اللي عندكم. صافي كنخلطو مزيان كما كتشوفوا اللون عندي شويه ماشي اجا فاتح بزاف، غادي نضيف له واحد النقطه اخرى من اللون الاخضر وكنخلط الخليط مزيان. صافي عاد كنحصل على اللون المطلوب. صافي هنا كنجيب صفيحه الفرن ديالي كنرشها بالرشاشه ديال الزبده، هذا اختياري ممكن ما ترشوهاش. كنضيف ليها ورق الزبده. الطول ديال صفيحه الفرن ديال اللي خدمت بها هي 39 سنتيم والعرض ديالها 27 سنتيم. الا كانت عندكم صفيحه الفرن كبر منها يكون من الاحسن، لانني غادي نقطع غتشوفوا في الفيديو بالسطح ديالها باش نقاد العرض ديال القطع. صافي دابا كنصب الخليط ديالي في صفيحه الفرن وكنقادو على هذا الشكل هذا. هنا راني مسخنه الفرن درجه حراره 160 180 على حسب الفرن ديالكم. كندير له واحد الصفيحه اخرى من الاسفل باش ما يتحرقش ليا الجينواز ديالي كما وريتكم في الفيديوهات السابقه. غندخلو دغيا كيطيب داك الساعه الجينواز لانه كيكون رقيق. صافي ها هو طاب الجينواز ديالي. دابا غادي نجيب واحد الورقه ديال الزبده وغادي نديرها في السطح، عاد كنغطيها بالفوطه كما وريتكم في الجينواز، لان الفوطه هي اللي كترطب لينا الكيك الاسفنجي، وكنخليوها تبرد. دابا فاش بردات صافي كنحيدوا الفوطه ديالنا، كنحيدوا ورق الزبده كما كتشوفوا راه السطح ديالها لصق بطبيعه الحال وغادي يلصق في ورقه الزبده. دابا غادي نجيو باش نقادوا السطح ديالها على الطريقه هذه. الا عندكم المنشار هو هذاك، ما عندكمش كتجيب واحد السكين وكتقادوا السطح ديالها غير باش، او الخيط مثلا حتى هو يخدم، غير باش نقادوا القطع تجي متساويه. البقايا ديال الجينواز او الكيك الاسفنجي دائما كتحتفظوا بها واحد البلاستيكه وكديروها في المجمد، لان غنوريكم وصفات كثيره بهذا الكيك الاسفنجي اللي كيبقى لينا، يعني كيك بوبس، يعني اللولي بوبس، بزاف ديال المسائل. هنا عندي واحد القطاعه كتكون دائريه، ممكن تختاروها دائريه
كنزينها بهذه الطريقه هذه. كندير القطعه الثانيه كنضغط عليها شويه باش كيتقاد لي السطح ديالها. نفس الشيء السيرو حتى هو، لان الكيك الاسفنجي ضروري خاصو السيرو. صافي كنزين على الطريقه هذه. راهم ساهلين ولكن المنظر ديالهم كيجي جميل وكنحتاجوه في بزاف المناسبات، وخصوصا بالنسبه للمناسبات ديال الخطوبه، المناسبات ديال العرس كنحتاجوهم بزاف بزاف. صافي السطح ديالها والاخير يعني القطعه الثالثه حتى هي كنرشوها وكنزينوها على هذه الطريقه هذه. ودابا غادي نزينوها بالليمون المبشور اللي كنا صايبنا وواحد القطعه ديال الليمون. صافي ها هي واجده والمنظر ديالها كيجي فعلا رائع. ودائما غادي ننصحكم الا كنتو غتوصلوهم مثلا القاعه ديال العرس مثلا، من الاحسن تصايبوهم في القاعه ما تديوهمش معكم، والا غادي تقلبوا لكم. الا كانت في الطوموبيله ربما تقلب، ربما يخسر الديكور ديالها، من الاحسن تصايبوهم تما. والا الا كان مثلا غيكون مثلا عيد ميلاد او خطوبه، يعني الا كان غيجي مثلا الزبون يديها من الدار ماشي مشكل، ولكن يكون من الاحسن واحد جالس حدا السائق يعني باش يشدها في يدو، ما يديرهاش في الكفر من الاحسن. دابا غادي نمشي باش نكملهم كاملين القطع ديالي كامله باش نحصل على الميني طارت ديال ميني كيك ديال الليمون اللي كيجيو فعلا روعه.